كايو، استجمع قواك يا كايو. لقد فات الأوان. أخبرني ما الذي أحدث كل هذا الدمار؟ كم كان عدد الأعداء؟ شخص واحد. شخص واحد؟ السيف الصاعق. حصلت على السيف الأقوى. لن يستطيع أحد الوقوف في وجهي بعد اليوم. هي أنت! ما الذي تفعله في هذا المكان؟ من أذن لك بالدخول؟ لن أتهاون مع الخارجين عن القانون! خذ هذه! بل سيدفع الثمن من التزم القانون. أصغي إليه، الأفضل ولا تقترب منه. هيا ارحل. هدفي الاستيلاء على سيف النار الأقوى في العالم، وسأسحق بكل قوة من يقف عثرة في طريقي. لا شك بأنك تهذي. لن أسمح لك بتحقيق أطماعك، فأنت لا تستحق حتى لمسه أيها الدخيل. خذ هذه. أنت تدفعني إلى استخدام يدي اليمنى. ولد شجاع. لا تلمس السيف يا هذا. سأريك. سأدعك تذهب بأمان إذا أعطيتني السيف الساعق ذاك. احتفظ بعروضك هذه لنفسك، لأني سأجعلك تجر ذيول الهزيمة وراءك. يجب أن تشكرني لأنني سأدعك تهرب مقابل إعطائي السيف، ولكن إذا اخترت النزال فليكن. كف عن هذا الهراء وواجهني. لا أصدق هذا. ما هذا السيف؟ مستحيل. هذا يعني ظهور من يستطيع حمل السيف الساعق. لا أصدق هذا. إنه وقت بلاش قوة مقاتل قطب الشمال. قطب؟ ما الذي تقصده بكلامك هذا؟ أقصد أنني سأقضي عليك الآن. كف عن هذا الهراء. يا لها من ضربة عنيفة، إنه يتمتع بقوة هائلة. لن أدعك تهزمني. حسمت المعركة الآن بيني وبينك، وسأحصل على السيف الأقوى في العالم. ماذا؟ ليس الآن، ليس قبل أن أضرب ضربة القاصمة. ألا تزال مصرا على متابعة هذا النزال؟
حانت النهاية. القائد كايرو، أهلا بعودتك سالما لنا. انظروا يا رجال، حصل قائدنا كايرو على السيف الصاعق، إنه السيف الأقوى في البلاد. مقاتلو الشمال مجموعة من المقاتلين الذين يحملون ألقابا كأسماء نجوم الشمال السبعة. سموا بأسماء النجوم لأن عليهم أن يكونوا كالنجوم التي تبدد حيرة المسافر وضياعه في الليلة الظلماء. أقوى مقاتلي المجموعة المقاتل القطب الذي يسعى إلى نشر الخير دوما، ويقابله المقاتل المدمر الذي يثير الخراب والدمار أينما حل. وجدتها. انتظرني، سآتي يا تايتو. أهلا بقدومك سيدي. لا بأس عليك، كنت مشغولا في المدة الماضية لذا أتيت لأتفقد الأحوال. أشكرك من أعماق قلبي نيابة عن ابني يا ريوكو. لا داعي للشكر، فأنا لم أفعل شيئا، لكنه أضل الطريق فكانت نصائحي مفيدة له. بل كان هذا نداء لإثارتنا، لإثارة مقاتلي الشمال. جيد أن الأمر قد انتهى عند هذا الحد، ومن دون أن يأخذ منحا أكثر خطورة. أنا آسف يا سيدي، لو أنني لحقت به لما حدث هذا. لا تلم نفسك، كان عليه ألا يذهب إلى ذلك المكان في تلك الليلة. لكنني أنا من أرسله إلى هناك. كانت المفاجأة كبيرة، لم يتوقع أحد تلك القوة التدميرية الهائلة، ولا أحد يصدق أن الخصم كان واحدا فقط. كان في إمكان المقاتل القطب التغلب عليه. هل أنت واثق يا سيدي؟ تايتو، لقد عدت. تايتو، عذرا. مرحبا سيدي. تشعين نشاطا دوما. كيف لا، وأخي المتهور يضطرني أن أكون كذلك. تحسن؟ أظن أنه بخير الآن يا ليلى. حقا؟ إذا كان الأمر كذلك فاستيقظ، ولا وقت للدلال الآن. صباح الخير يا أخي. قولي صباح المشاجرات، صباح الضربات. لما فعلت هذا؟ ولم أنت غاضب؟ اسألي نفسك، ألست من ضربني الآن؟ غضب أخي، عاد إلى طبيعته. حسنا، انتظريني إذن. من هذه الفتاة يا ترى؟ إنها ليلى، أخت تايتو من الرضاعة، ونشأ معا. ليلى، قلت انتظري يا ليلى. ليلى، آسفة، سامحني أرجوك. ماذا هناك؟ ما الذي تنظر إليه؟ إنه سيف كايو. ذاك المركز بيتي، وذاك الجبل حديقتي، وجميع القاطنين هنا أصدقائي. باختصار، هذا وطني. لكن ذاك الوقت. تايتو، توقف عن هذا. لا جدوى من هذا التهور. غضبك ليس طريقة لحل الأمور. ماذا؟ إن ظننت أنك المستاء الوحيد مما حدث فأنت مخطئ. فكر في الآخرين قليلا. إن أهل هؤلاء الذين رحلوا لا يقلون حزنا واستياء عنك. الحمد لله أنك لم تزل حيا، وعليك أن تشكر الله على ذلك.
ليلى، أنا قوي أليس كذلك؟ لما خسرت إذن؟ إن هذا ما لا أفهمه. لا أصدق. لا يكترث لجروح الناس المفجوعين وأحزانهم. لما لا يفكر في الآخرين؟ تايتو أيها المتهور. حصريا على stardima.com. لما لا يخرج من غمده؟ هل من بيده حل لغز سيفي على قيد الحياة؟ ألست أنت من اختارني لحمل هذا السيف؟ ألست كفءا لأقوم بهذا؟ يجب أن أتم الأمر. أعطني قوة. أنت القوة بعينها أيها القائد، فأنت مذهل في تسيير جنودنا كما تريد. أريد حلا في أقرب وقت يا شينيه. دع أمر السيف لي أنا. لن أسمح لأحد أبدا بالوقوف في طريقي. السيف الصاعق؟ تقصد أنه السيف الذي توارثته الإمبراطوريات منذ القدم؟ أجل، لقد أصبت يا ريكو، وينصب الشخص الحامل للسيف حاكما للبلاد. هذا يعني أنه في حوزة الإمبراطور الآن. ما في حوزة الإمبراطور نسخة عنه، أما الأصل مخبأ في المركز. ولماذا يسعون لامتلاكه؟ عندما حصل الإمبراطور عليه لم يستطع سحبه. لماذا وكيف؟ إذا أخفق الإمبراطور في سحبه فهذا يعني أن الخطر أحدق بحكمه، لذلك وضعه في المركز ليبقى تحت حمايتنا. لو أنك تعرف كم من الأرواح بذلت لحماية ذلك السيف. ولكن من ذاك الشخص الذي هاجمنا ودمرنا في عقر دارنا؟ لقد أخذ السيف عنوة. هناك من رأى قوات على سفح الجبل، كانت رايتهم سوداء وحمراء وكتب عليها ذئب الجبل. مستحيل، علم ذئب الجبل لا يمكن. إنه على حق، لقد كان جيش الإمبراطور. الأمر غاية في الخطورة في هذه المرة الأولى التي يسرق فيها ذاك السيف. يقع على عاتقنا استنهاض الطاقات لإعادته. دق الإسفين الأول واهتز حكم الإمبراطور، وهذا ممهد لإمبراطور جديد، لكن صاحب الحكم والسيف محدد. أين سيفلت؟ لابد أن يدفع الثمن. أقدر مشاعرك، ولكن حسنا. هاي تايتو! ما الذي تفعلينه؟ كدت أقع. طائشة! ولم تصرخ؟ لأنك لم تقلي عن مزاحك الثقيل. أعلم أنك حزين، ولكنني أريد أن أرى ابتسامة تايتو لا وجها مكتئبا. وما هذا التغيير المفاجئ؟ الحزن لا يليق بك. يجب أن يكون أخي تايتو مشرقا وباسما طوال الوقت. ليلى، أشكرك على الأعشاب. أظن أنني في حاجة إلى دواء يعالج التهور، وسأكون سعيدة إذا وجدته. لا تقولي متهور، صحيح أن دماءنا مختلفة، إلا أننا أخوان. جيد جدا أن دماءنا ليست واحدة. أيتها المشاكسة، لا تقولي هذا، انتظري. هذا خطير حقا، لنكشف عن هذا الأمر. لا يزال غرا، ويستحيل أن يكون المقاتل القطب بقوة هذا الفتى. رأيته جيدا؟ أنت توافقني إذن؟
ليتني لم أنشر الغسيل الآن، إنها على وشك أن تمطر. مرحبا أيتها الفتاة. من؟ كلفني سيدي بالقيام بمهمة خاصة، ولا مشكلة لدي في تنفيذها مهما كانت الطريقة. وما الذي تريده مني؟ أريد رؤية القوة الحقيقية لمقاتل القطب. قلت المقاتل القطب؟ آمل أن أحصل على هدفي، ولذلك سأفعل أي شيء وسأنتظر حتى النهاية. إنه صوت ليلى. ليلى! ليلى! أخبريني ما الذي حدث هنا يا ليلى. لا تقترب، ابتعد. سمعت صوتك. ماذا ماذا بك؟ هيا ابتعد، أنا لا أتحكم بنفسي. المقاتل القطب؟ ها؟ صارت هذه الفتاة لعبة بين يدي. ماذا؟ انتهاء هذا يتوقف على إظهارك لما أريد رؤيته أيها المقاتل القطب. قطب؟ ما الذي تقصده بكلامك؟ أو تجهل هذا حقا؟ اصمت. حامل للقوة ولا يعلم بها؟ هناك 7 أشخاص يحملون قوة هائلة يدعون مقاتلي الشمال، أقواهم المقاتل القطب. ماذا؟ وأنت أحدهم أيها الفتى، وتحمل قوة كبيرة وعليك أن تظهرها الآن. وهناك مقاتل مناظر لمقاتل القطب، إنه سيدي القائد كايرو الملقب بذئب الجبل. ماذا تقول؟ أتقصد الرجل الذي أحدث الدمار؟ هذا ممتع حقا أيها الفتى. ظننت أنك على جانب كبير من القوة، لم أتوقع هذا الضعف المزري. سأقول لك ما ينقصك، فافتح أذنيك. إنها الإرادة لسلطة القلب القوي والجرأة والطاقة وبعض الشر. لا تصدق كلامه. فتاة مسلوبة الإرادة، أحركها كدمى مسرح العرائس. ابتعد عنها، إياك أن تلمس شعرة منها. هناك من يتحدون آلامهم لإنقاذ غيرهم. أنا واثق بوجودهم في هذا العالم أيها الفتى. والألم الحقيقي ألم القلب. توقف، لا تؤذيها، توقف. يمكنني أن أتوقف بمقابل. ليلى، ماذا فعلت لها؟ سأجعلها تؤذي نفسها بيديها. راقب جيدا، أمسكي رقبتك بقوة. هيا أيتها الفتاة. مسلوبة الإرادة كدمية المسرح. تماديت كثيرا، ستدفع الثمن. يا لك من متبجح. ماذا يستطيع فتى خائر القوى مثلك القيام به؟ لا شيء أبدا. ضعيف منكسر ولا قوة لديك. ها هي ذي أختك تؤذي نفسها أمام عينيك، وأنت لا تحرك ساكنا لإنقاذها. أرأيت؟ كان هناك ضوء قوي. جيد أنك تحسن القيام بذلك. هذا القلب الشرير الذي كنت في حاجة إليه أيها الفتى. مرت سنوات طويلة انتظرنا فيها اجتماع المقاتل القطب والمقاتل المدمر. أخوض نزالا حادا ضد ريوكو، أقرر على أثره الرحيل إلى العاصمة، واضعا نصب عيني الانتقام لأولئك الذين قتلوا بيدي المقاتل المدمر، وإعادة السيف الصاعق الذي سرقه إلى المركز. لا يمكنك ذلك، سيكون هذا التصرف تهورا. لكنني لا أتراجع، وستذهب معي ليلى وريوكو، ولن أعود قبل تحقيق هدفي. سنكتشف أيضا أن ريوكو المقاتل الأصيل هو أحد المقاتلين الخمسة.
الحوادث مثيرة في الحلقة القادمة، فتابعونا.